بنلتقي مع رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرخيت، والمشكلة المزمنة اللي الوزارة مش لاقيه لها حل ولا مديرية شباب الرياضة في البحيرة لاقيه لها حل، اللي هي اللي بتقول الأرض دي ملك أحد الأشخاص. طب الوزارة فين؟ فلوسها ما اتدفعتش ازاي؟ اتبنى عليها منشآت ازاي؟ اتعمل مركز شباب شبرخيت على أرض ملكية خاصة بدون تسديد ثمنها ازاي؟ الأسئلة دي كلها بتدور في ذهني وبتدور في ذهن رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرخيت، اللي طولب أكتر من مرة إنه يمضي على تعهد بتسليم الأرض الملكة. صدنا نلتقي بيك والمشكلة تشرحها لنا أنت بقى. أنا وحيد سليم الشجاوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرخيت، وأرحب بكم جميعا على أرض مركز شباب شبرخيت. المساحة اللي موجودة هنا 6 فدادين وجراتين ملك أحد الورثة. وانا عايز بس اعرف وزير الشباب والرياضه والمسؤولين والاستاذ خالد ابو ريش وجميع المسؤولين وعلى راسهم المحافظ ان مركز شباب شبرخيت ارضه هي في مجلس المدينه والمسكن الشعبي والمجلس المحلي وموقف الاتوبيسات دي اصلا كان مركز شباب شبرخيت. جم وضعوا يدهم على هذه الارض من 46 سنه وما زالت المشكله قائمه. دي مقام عليها مباني ومنشآت، وناشدنا الوزير اكتر من 20 مره والمحافظ اكتر من 100 مره، وجميع الدنيا كلها من اول الرئيس السيسي لحد اقل واحد عارف هذه المشكله. اذا سلمت انا الارض دي الشباب هيروح فين؟ هل هيصيع ولا هيقعد على القهاوي ولا هيبقى بلطجي ولا هيتعول ايه؟ الرئيس السيسي في المؤتمر بيشجع الشباب. طب انا بقى يا محافظ البحيره ووزير الشباب والرياضه عاوز يلغي الشباب، يبقى نلغوا الشباب ونحولوه الى ايه؟ الى وكر الصياعه ولعب الجمار. ارجوكم يا جماعه حلوا مشكله ارض مركز شباب شبرخيت، مشكله مزمنه لابد انها تتحل باي طريقه. كنا خاطبنا الوزير وطلع في قناه صدى البلد وقال اي مبلغ تقدر به الارض انا هدفعه. اتقدرت ب 17.5 مليون. ايه 17.5 مليون؟ دول يندفعوا، ما يجوش حاجه حمام سباحه. الاستاذ مرتضى منصور بيروح ياخد اللي هو عاوزه من وزير الشباب من مليون ل 20 مليون. ايه مركز شباب شبرخيت يعني واجع من جفه؟ لا اعضاء مجلس الشعب يسالوا ولا حد بيسال. اللي هيحل المشكله دي هو رئيس الجمهوريه الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي لانه بيشجع الشباب. وشكرا. دي كان صوت ممثل الشباب او رئيس مجلس اداره مركز شباب شبرخيت. ولو اتسلمت الارض دي، السؤال ده اللي بوجهه لوزير الشباب والرياضه في مصر، لو اتسلمت الارض دي المنشآت اللي موجوده عليها اللي تم صرف مبالغ ماليه كبيره عليها والملاعب اللي تم تجهيزها، هل ده يعتبر اهدار مال عام؟ مين المسؤول عنه؟ سؤال موجه الى وزير الشباب والرياضه في مصر. نرجو